المترو. من المستحيل تخيل مدينة موسكو من غير المترو، اللي يعتبر برضه مدينة تانية تحت الأرض، بالقوانين الخاصة بيها وواقع الحياة فيها والمشاهد اللي بتحتويها. المترو هنا في موسكو تم افتتاحه سنة 1935، وكان أول خطوط سكك حديد تحت الأرض في الاتحاد السوفيتي كله. اتعملت بعمق 70 متر، رقم يخض. في محطات عمقها أكتر من كده بكتير. موسكو بتملك أعقد خطوط مترو في العالم كله. هوريكم منظر الخريطة بتاعها، شكلها يخض حرفيا. أنا مرة من سنتين ركبت المترو، قعدت فيه نص يوم تقريبا. والله كنت عايز أعيط من كتر ما أنا مش عارف أطلع من المتاهة اللي أنا دخلت فيها دي. مترو موسكو بيعمل ككائن حي مستقل بذاته، لكنه في الوقت نفسه جزء لا يتجزأ من العاصمة الروسية، وأحد أبرز معالمها التاريخية، وفي نفس الوقت متحف ضخم ونقطة انطلاق لجميع أنواع الابتكارات في قطاع النقل. كل اللي على اليمين، كل اللي واقف على اليمين دول بيبقوا مش مستعجلين. الخط ده سالك عشان المستعجل ينزل بسرعة. في احصائيه اتعملت في 2014 قالت ان بيركب مترو موسكو يوميا فوق ال 9.5 مليون بني ادم، وده في 2014. دلوقتي بقى اكيد الرقم ده اتضاعف. وخلال تاريخه لم يتوقف عن العمل إلا ليوم واحد بس، في فترة الحرب العالمية التانية، لما كانت السلطات على وشك إصدار قرار بتفجيره بسبب تهديد الجيش الألماني بالاستيلاء على موسكو. خلال الحرب العالمية التانية استخدموا المترو كمأوى من القذائف الألمانية،
وخلال الغارات الجوية تجمع فيه ما يصل إلى 500,000 شخص اتمركزوا على أرصفة المحطات وفي الأنفاق. ومع الوقت أصبحت الحياة تحت الأرض أمر مألوف، فتم افتتاح المتاجر وصالونات الحلاقة ومكتبات ومستشفيات وقاعات اجتماعات. وبتشير الإحصاءات إن خلال الغارات على المترو اتولد 217 طفل. وبين الماضي والحاضر مترو موسكو من أجمل الأماكن اللي شفتها في حياتي. لو انت وصلت للدقيقة دي ثانكس فور واتشنج، دعمك هيفرق معايا جدا. فلو انت مش مشترك في القناة اعمل اشتراك في القناة دلوقتي وفعل الجرس واكتب رأيك في الفيديو في الكومنتات تحت. شكرا مرة تانية. هقفل الفيديو هنا واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.